الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المرابط على الثغور، إياك والملل، إياك ونفاذ الصبر، عليك احتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى، فإن كل ثانية تمر عليك في رباطك وجهادك فيها أجر عظيم، وفيها ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. فأنت في أوقاتك في الأجر كأجر الصائمين القائمين الذين لا يفترون عن الصيام والقيام، في صبرك ورباطك في الثغور تحظى على هذا الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. إياك أن تمل، إياك أن تكل، كن دائما على أهبة الاستعداد، كن دائما في حرص ويقظة. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. كن حذرا، كن متيقظا، كن جاهزا لكل طارئ يطرأ عليك. أيها المقاتل في سبيل الله، المرابط في ساحات القتال، احتسب الأجر عند الله جل وعلا. جدد النية، صحح نيتك وقصدك، اجعل هدفك هو رضا الله جل وعلا. إياك أن يطرأ عليك الشرك والعجب، إياك أن يطرأ عليك أن يقال فلان شجاع أو فلان مقدام، إياك أن يطرأ عليك الجهوية أو العصبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو المجاهد. سئل عن من يقاتل حمية وعصبية فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. دائما جدد نيتك، فهنيئا لك، هنيئا للمقاتلين الذين جعلوا أرواحهم على أكفهم، شعارهم: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اجعل هدفك الأجر العظيم، واحرص على الإخلاص، واحرص على الصلاة، واحرص على الذكر. إياك وترك الصلاة، إياك وتعاطي المخدرات، إياك والسب والشتم، إياك والملل. كن دائما في ذكر وفي احتساب للأجر من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن ينصركم وأن يوفقكم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.